الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اخوتي، نجلس اليوم للمره الرابعه ولله الحمد بهدف نبيل، وهو تكريم حملة كتاب الله تبارك وتعالى الذين كرمهم الله وشرفهم وأعزهم وأعلى مكانتهم، حيث يقول سبحانه وتعالى مبينا أن من أعطاه القرآن فقد أعطاه كل شيء، وأن عليه أن يقنع وأن لا يمد عينه إلى شيء من زخارف الدنيا وبهالشها. ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. ويقول إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها. كان العالم العلامة المفسر الشيخ عابد النخطور عليه رحمة الله عندما يقرأ هذه الآية وعندما يقرأ هذه الكلمة يدخلونها يقول هذه الواو حق لها أن تكتب بماء العينين. لماذا؟ لأنها أدخلت الجميع، أدخلت الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات بإذن الله. إخوتي، ليس غريبا على جماعة من المسلمين أن تجتمع في شهر رمضان شهر القرآن من أجل التذكير بمكانة القرآن وبفضل القرآن وبمنزلته عند ربنا سبحانه وتعالى. فرمضان والقرآن صنوان تعالقا منذ بداية الإسلام، حيث كان يتنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل أولا القرآن كله جملة واحدة إلى بيت العزة في سماء الدنيا في هذا الشهر ليلة القدر، حيث يقول ربنا سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال ربنا سبحانه وتعالى أيضا في هذا الكتاب العزيز شهر رمضان الذي أنزل به القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إخوتي، تتميز هذه النسخة الرابعة في مسابقة النائب الأخت فاطمة بنت علي محمود، تتميز بهذه الشخصية العلمية المتميزة التي أخذت كشخصية لهذه النسخة، وهي شخصية العالم العلامة العيلمي الجهبذي الذلي البحري الغطنطن حماه الله سيد بكر. هذا الرجل عالم علامة تقي ورع زاهد كما روينا من سيرته. وهو عليه رحمة الله يتميز في 3 جوانب. يتميز أولا في جانب النبوغ والذكاء، حيث طلب العلم في مرحلة وجيزة، وإن كان عليه رحمة الله توفي وهو يطلب العلم، لأنه كان مكبا دائما على قراءة الكتب، قراءة الحديث وقراءة التفسير وقراءة الفقه. وهو يتميز في جانب النبوغ والذكاء، لأنه كان يحفظ طفل خليل على إعشار قباد، يعني يعطي إعشار قباد يحفظ، وهذا نادر جدا، وربما حفظه قبل ذلك. أقصى ما يقرأه ما يكرره به 10 مرات فيحفظ الطفل، وربما سمع الأبيات بمرة واحدة فحفظه من سماع واحد. ويتميز هذا الرجل هذا العالم كذلك بجانب الإنتاج والثمرة، فقد ترك ثمرة عظيمة. كما هو مشهور في سيرته فقد
خط بيمينه 300 إجازة في القرآن الكريم. هذا من ثمرته. وكذلك صدر عنه ما يزيد عن 20 عالما. وهو يتميز بهذين الجانبين، جانب النبوغ والذكاء وجانب الثمرة والإنتاج، ويتميز كذلك بجانب ثالث وهو جانب العبادة والتبتل. فقد كان عابدا متبتلا زاهدا مقبلا على ربه سبحانه وتعالى، مدبرا عن الدنيا وزخارفها، وربما عرضت عليه المناصب فرفضها، وربما